رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة ان شاء الله بقى نحضر مع بعض فطار. هو ينفع فطار وينفع سحور اللي انت عايزاه يعني. بس عشان كنت جاية من بره مستعجلة وما عنديش وقت اطبخ، فالفطار ده انقذني بصراحة. حمرت بطاطس، شوية بطاطس كده حلوين، وعملت سلطة طحينة، وحمرت طعمية وفلفل وبتنجان، وعملت مسقعة. في فيديو النهاردة بقى هقولك ازاي تعملي صينية مسقعة خطيرة. بصي، خفيفة ولذيذة وطعمها تحفة، ومن غير اير فراير. هنقليه في الزيت بس مش هيكون شارب زيت خالص، وهيكون خفيف مش تقيل. مش عايزين حاجة طبعا كلها زيوت، احنا صايمين وكده، ربنا معانا يعني. بعمل تركة كده في البتنجان، بتخليه يكون مش شارب زيت ومش مهري ويكونش، لا بيكون خفيف يعني. طبعا انا بغسل البتنجان في الاول وبعدين بقشره، بقطعه يعني بالطول كده، شرايح بالطول، وبعد كده ببدره بالدقيق من فوق من تحت كده، بغلفه بالدقيق، وبعدين بقليه في زيت يكون سخن ويكون غزير. اهم حاجة بعد ما تبدري البتنجان بالدقيق يكون الزيت سخن وكتير جدا في الصينية، ماشي، وعلى نار عالية. بصي، علي البوتاجاز على الاخر، علي البوتاجاز على الاخر عشان البتنجان ياخد لون كويس وما يشربش زيت. عايزه اقولك، بصي هوريكي لون البتنجان دلوقتي، هوريكي اللون المظبوط. بصي ده اللون المظبوط، تمام، ده اللون المظبوط. واما تغسلي الفلفل ابقي نشفيه الاول بمناديل او بفوط مطبخ تكون نظيفه مخصصه للاكل، علشان ما ترطش زيت ويبهدل الدنيا معاكي. بصي لون البتنجان ده اللون المظبوط بصراحه. ما تزوديش على البتنجان في السوا عشان هيخلي المسقعه مش حلوه، لا خلي لونه اشقر كده وحلوة. الزيت يكون سخن وكتير وعلى اعلى درجة حرارة. تعلي الزيت على الاخر في تحمير البطاطس والبتنجان، تعلي الزيت على الاخر اعلى درجة حرارة عندك. البتنجان بقى استوى بقى مظبوط باللون ده، بصي لونه كده مظبوط حلو جدا. ما تطلعوش على مناديل، اوعي تطلعيه على مناديل، لا هتطلعيه على ايه؟ يا اما شبكة عشان يصفي ميته، يا اما ورق مطبخ او ورق زبدة. بيبقى عندك ورق ابيض كده في المطبخ، طلعي عليه البتنجان. اوعي تطلعيه على على مناديل خالص، تمام، هيطرى وهيطلع زيت اكتر وهيبقى مش حلو، هيبقى طري قوي كده ومش حلو. حمرنا بقى البطاطس برضو، كنت محضره طبعا البطاطس جنبي، مقشراها ومقطعاها وغسلاها وسايباها بمصفى. طب البطاطس بتتحمر، هنعمل بايه بقى؟ هنحضر طاسه المسقعه. معايا 3 فصوص توم مفرومين ناعم، وحبه فلفل اخضر حامي او رومي مقطعاه قطع صغيره كده. وهحمر الثوم والفلفل من غير زيت خالص. انا مش هحط زيت تاني، كفايه الزيت اللي في البتنجان، مش محتاجه زيت تاني اكتر من كده. شوحت الثوم والفلفل بدون زيت خالص ولا اي حاجه ماده دهنيه. وبعدين هنزل بايه بقى؟ 3 طماطميات غسلاهم وبشرهم بالمبشره. ببشرهم بالمبشره الناحيه اللي هي خشنه، او بقطعها صغيره كده على ايدي زي تقطيعه السلطه. دي احلى من طريقه مسقعه بصراحه. وشوحت كده بقى الطماطم مع الثوم والفلفل. بعد دقيقتين نزلت برشة كمون ورشة شطة ورشة ملح صغيرة، يعني اقل من ربع معلقة صغيرة ملح، اقل من ربع معلقة صغيرة ملح. هقلب بقى الطماطم كده مع الثوم والفلفل 5 دقايق بس، لحد ما الطماطم تبتدي تتسبك، قبل ما انزل بالبتنجان. نزلي بقى بالبتنجان وقلبي كده البتنجان مع الصلصة عشان تشرب من الصوص الجميل ده. بص بقى تحفة. وسيبيها 5 دقايق بس تتسبك، مش اكتر من كده، بحيث تاخد بقى من طعم الصوص والبهارات والكلام التوم والكلام الجميل بتاعنا ده. نرجع بقى البطاطس بتاعتنا. البطاطس خلاص قربت تتحمر. زي ما قلتلك البطاطس برضو بتتحمر، عشان لو مبتدئة، لو بنوتة كده صغنونة فاتحة الفيديو مبتدئة، عايزة اقولك البطاطس تتحمر في زيت سخن وغزير وعلى اعلى درجة حرارة. تمام كده البطاطس خلاص جاهزة معانا. المسقعة خلاص اتسبكت، سبتها 5 دقايق بس بعد البتنجان اتسبكت وبقت زي الفل وجاهزة معانا. بالنسبة بقى للطعمية، الطعمية انا بحمرها طبعا اخر حاجة. وبرده الطعمية بتتقلي، انا كنت جايبة عجينة طعمية جاهزة من المطعم. الطعمية برضو بتتقلي او بتتحمر في زيت يكون سخن وغزير وعلى اعلى درجة حرارة، علشان تقرمش معاكي وما تطراش. وما تطلعيش على مناديل برضو، طلعيها يا اما على ورق زبدة يا اما على ورق مطبخ يكون ابيض. كده الفطار بتاعنا جاهز. حضرته في ساعة واحدة بس، انقذني، لان انا كنت بره عند الدكتور وجاي متأخر، ما كانش قدامي غير ساعة بصراحة، فما كانش ينفع بقى اقف احضر طواجن والكلام ده، فالاكلة دي انقذتني.
وبهارات كنور دي بتبقى حلوه جدا بصراحه بنحبها، بتبقى تحفه مع البطاطس. عملت سلطه الطحينه وحمرت الطعميه وبقت جاهزه، والبطاطس خلاص جاهزه، يعني ساعه واحده بس. بصي بقى، حابه اوريكي المسقعه، مش تقيله خالص، الزيت مش عايم على الوش. بصي مظبوطه مظبوطه بالملي، ومش تقيله خالص وخفيفه، ومن غير اير فراير كمان. طب بالنسبه بقى كنت عامله الخشاف. بالنسبه للخشاف انا بحضره ازاي؟ الخشاف بقى اول ما بصحى الصبح، طبعا البلح متفصص عندي من قبل، بغسله البلح كويس جدا وبنقعه مع قمر الدين الصبح كده في ميه سخنه، وبعدين قبل المغرب بساعه بروح مقطعه ايه بقى، صابعين موز، صابعين موز، نص تفاحية، جوافية، اي فاكهة تانية متوفرة عندك دي قطعيها قبل المغرب بساعة. هتلاقيكي عملتي احلى خشاف، وحطيت كمان شوية جوز هند وشوية كده مكسرات مجروشة. كنت عاملة زبادي بيتي بالمانجا، كنت عاملاها تحفة. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ومتنسيش بقى تشتركي في القناة.